السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا نجهز مع بعض الغدا. النهاردة الغدا بتاعنا حلو جدا، غدا مصري اصيل شتوي كده. آم، هنعمل النهاردة قلقاس، وهنعمل ملوخية فروزن، وهنعمل كمان بسلة ورز ولحمة. تعالوا كده نشوف عملنا ايه. اول حاجة كده انا سلقت اللحمة وسبتها، طبعا شوحتها كويس جدا، وبعدين نزلت عليها ببصلايه طماطمايه جزرايه ورق لورا وحبهان، نزلت عليها كمان بالميه المغليه. تعالوا نبدأ كده في القلقاس على طول. ده الكزبرة انا غسلتها وقطعتها كده صغير. جبت هنا شوية شوربة من شوربة اللحمة، ونزلت على طول بالقلقاس وهو متفرز. القلقاس دوت انا اللي مفرزاه، يعني مش جايباه جاهز ولا حاجة. هعمل هنا تسبيكة القلقاس. في ناس ما بتعملوش بتسبيكة، براحتكم، بس الطريقة دي حلوة جدا. بصلاية كده مع فصين توم، شوحتهم لغاية ما لونهم اصفر، ونزلت عليهم على طول بالطماطم بتاعتي، بس دي كانت صلصة. ونزلت بواحدة من الماجي وشوية من السكر، وهسيب التسبيكة دي تتسبك. هنا خلاص القلقاس اتسلق وبقى تمام، هنزل عليه على طول بالتسبيكة بعد ما خلاص اتسبكت، وهسيب القلقاس ياخد كده غلوتين مع التسبيكة علشان ياخد من طعم التسبيكة بتاعتي. تمام كده. هنزل كده بنص كمية الكزبرة اللي انا مخرطاها، وهسيبهم كده ياخدوا برضو غلوتين مع القلقاس. تمام. هعمل بقى طشة القلقاس معايا كده معلقة صغيرة من التوم، ونزلت عليها بمعلقة كبيرة من السمنة وباقي الكزبرة، وشوحتهم لغاية ما اخدوا اللون كده، ونزلت على طول عليهم نزلت على القلقاس بيهم، يعني طشيت كده للقلقاس عشان خاطر يبقى طعمه تحفة. هنا خلاص القلقاس كان استوى وكله تمام، هطفي عليه بقى وهسيبه. وعملت هنا شوية من البسلة، التسبيكة برضو عادية، ونزل بعد ما اتسبكت نزلت عليها بالبسلة وزودتها شوربة وسبتها تستوي. هنعمل رز حبة وحبة، شوية سمنة وشوية زيت، شوحنا كده الرز لغاية ما اخد اللون الذهبي الجميل دوت. وباقي كمية الرز، بقسم كمية الرز نصين، بشوح الكمية الأولانية لغاية ما تاخد اللون الذهبي، وبنزل عليها بالنص التاني بيبقى أبيض كده، وهضيف واحدة ماجي، وهضيف كمان الشوربة بتاعتي. بس لازم اشوح كده علشان خاطر الرز يفلفل معايا ويتغلف كده كله بالسمنة وبالزيت. حط واحدة ماجي كده بتطعم الرز وبتديله طعم حلو. وهنزل على طول بالشوربة زي ما تحبوا، حابين تعملوه بشوربة ماشي، مية ماشي، نص شوربة ونص مية براحتكم خالص. بس انا بحب احط له عادي، انا بعمله باي طريقة، بس النهاردة عاملاه بالشوربة عادي. سبت هنا الرز خلاص يتشرب كده. اول ما تشرب ههدي عليه النار وهسيبه يستوي براحته. هنا هنعمل الملوخية بقى، شوية شوربة ونزلت عليهم شوية من السكر، وفصين كده من التوم مهروسين، وواحد من مكعب الماجي. اول ما الحاجات دي اتغلت في الشوربة هنزل عليهم على طول بالملوخية. لازم الملوخية تكون متجمدة علشان خاطر ما تسودش معاكي. هقلب كده غلوة واحدة بس، وبطفي على الملوخية علشان خاطر لونها ما يغيرش. هنعمل بقى طشة الملوخية، معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة كبيرة من التوم. ده توم عليه فلفل اخضر، يعني هو مفروم معاه فلفل اخضر. هشوح كده التوم مع السمنة، اول ما ياخدوا لون كده اصفر ذهبي هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة وتقليبتين بالظبط، وبعدين هنزل على طول بالطشة ديت على الملوخية. وهقلب كده، وبكده تكون الملوخية جاهزة. احلى واطعم ملوخية ممكن تعمليها. شميني الريحة،
شايفين شكل الملوخية عامل ازاي؟ شكلها تحفة واخضر وجميل. بصوا والعرق بتاعها محتفظة بيه، بجد حلوة جدا. وده هنا كده شكل الاكل بتاعنا، لحمة والقلقاس والبسلة كمان الرز والسلطة. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. مع السلامة.